بزيرة، انت فين يا بزيرة؟ بالله عليك يا تالي شوفي بزيرة كده على السرير يا حبيبتي. حاضر يا بابا. وبالمره هاتي لي جلده حنفيه لحسن الزمالك بدا ينقط. النهارده الزمالك مش لاقي بزيرة، وبيقول لك ايه، كان عندنا جعان بدلناه باخوان، اخوان وش سلندر. اول نقطتين في الحصاله يا ساده على يد الاتحاد السكندري بعد الاحتفالات الصاخبه بتاعه الدوري الاعجازي. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. حلقه ان شاء الله تنول اعجابكم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم وانصر اهلنا في فلسطين واعز الاسلام والمسلمين واحفظ مصر والامه العربيه والاسلاميه اجمعين. يا خالد يا غندور، يا اللي كنت طالع عمال تطلع اشاعات على حسين عموته وانه ضرب لعيبه، وطلع انني كذبك والناس في الامارات كذبوك، وطلعت تقدم اعتذار. ما شفناكش بعد اما الحنفيه بدات تنقط. ايه، لسه بتحتفل بالدوري الاعجازي ولا ايه الدنيا؟ الناس اللي كانت بتصدر للاعلام وبتصدر للتحكيم وبتصدر للجمهور ومش عايزين امين عمر، امين عمر بدات بامين عمر ومجاملات فجه للاهلي. مش هم ده امين عمر اللي من لجنه الحكام اللي طلعته بيان في اول الدوري عشان رد القربان اللي قدمه لكم اتحاد الكوره في الرخصه واتمررت وشاركتوا في دوري ابطال افريقيا؟ مش ده القربان اللي قدمتوه وقلتوا ان لجنه الحكام تتسم بالنزاهه وبندعم التحكيم المصري ونرفض التشكيك في نزاهه الاتحاد المصري والتحكيم المصري عشان البيان بتاع الاهلي؟ ها، شفتوا بقى كله بيجمع ازاي؟ النهارده الزمالك بدا ينقط، وزي ما قلت لتاليا بنتي كده تجيب لي الجلده بتاعت الحنفيه عشان نمنع النقط. هنعرف نمنعها ولا هنفضل ندور على بزيره؟ والنهارده شفنا شيكوبانزا بيشارك بعد التمرد فتره طويله. معلمين يا باشا، ويطلع واحد هلفوت يقول لك امام عاشور. يا ابني امام عاشور ده مكتوب لك في روشته كل يوم امام عاشور الغبي، وناسي ان في حاجه اسمها خوان بزيره متمرد وهربان من ناديه. بيعايرني ان اتغلبت من برشلونه البجح وهو النهارده بيتعادل مع الاتحاد وكان هيتغلب. قلنا هتخشوا فرقه مالت الدوري وقد كان بفضل الله. لازم بقى نشوف اللسان قد كده. ودلوقتي عزيزي الزملكاوي انت على باقه. طبعا هنعمل ايه؟ مفيش تعاقدات واللعيبه هربت، واللعيبه مش هي دي اللعيبه اللي جابت لكم الدوري الاعجازي؟ ولا هو لازم شماعات؟ النهارده الاتحاد الشوط الثاني بيتلاعب بالزمالك، النهارده الاتحاد كان يقدر يكسب الزمالك، النهارده الزمالك فريق مكسور الجناح، النهارده الزمالك فريق مسكين، النهارده الزمالك بيبعت رساله لجمهوره: سندكم سودا معايا كزملكاوي، سندكم سودا معايا كزملكاوي. هي دي الفرقه المالت اللي هتخش دوري ابطال افريقيا اللي دفعتوا لها 8 مليون دولار علشان تخشوها؟ هي دي الفرقه اللي عملت الدوري الاعجازي؟ عشان تعرفوا ان انتوا فرقه فاضيه، فرقه مالت، فرقه للاسف نتائج النادي الاهلي وبيراميدز ساعدتهم ان هم يبقى ليهم شأن ومنظر، ونشوف ناس هلافيت تطلع تتكلم وتقول لك الدوري الاعجازي. النهارده عايز اشوف رضا عبد العال، عايز اشوف خالد الغندور، اسقس حسن. ايه يا حبيبي؟ بالله عليك يا تاليا التليفون النوكيا 682 يا حبيبتي تحت السرير هاتيه معلش. ايه الاخبار؟ بعد ما الحنفيه نقطت لسه برضه هنحتفل بالدوري الاعجازي؟ لسه يعني احنا بنلعب مع برشلونه ماتش ودي والزمالك جايب الوايت نايتس يقعدوا يهزروا ويضحكوا ويرفعوا سلامات زي النبطشيه بتاعت الافراح في احتفالات الدوري الاعجازي. هل هتستمر الافراح والليالي الملاح، ولا هنشوف سباك بجلده بجلدتين يقفل لنا الحنفيه اللي بدات تنقط بدري؟ ها، عايزين نعرف ايه اللي جاي. يا زمالك مجهز لنا ايه في الجعبه بتاعتك؟ احنا حابين قوي الموسم ده ان شاء الله، لان فعلا باذن رب العالمين هيتثبت فيه باذن الله ان شاء الله، ولا نتألى على الله حاشا لله. مين الفريق الاعجازي ومين الفريق اللي بيجي له استثناء يوم ولا اتنين علشان ياخد بطوله؟ اتمنى من النادي الاهلي، اتمنى من النادي الاهلي لعيبتك تنزل رجاله،
لعيبتك تنزل اسود، ما تدوش فرصه لاي ربع اعلامي ولا خمس اعلامي ولا اللي بيتحسب علينا اعلامي يطلع ينقد النادي الاهلي، ولا يقول لك جايبين صفقات بمليارات زي كعادتهم وفي الاخر بنتعادل او لا قدر الله بنخسر. استغل تفويت الحنفيه على الاقل من طرف الزمالك علشان نشوف الناس بترجع للجحور تاني. وكل من تطاول وسولت له نفسه التجاوز في حق النادي الاهلي يرجع للجحر تاني، ونرجع لمكاننا الطبيعي. يا احمد يا طيب يا اللي بتقول شيء طبيعي ان الاهلي يتغلب وهو بقاله فتره في انكسارات. عمر ما النادي الاهلي ينكسر بفضل الله يا حبيبي. عمر الانكسارات دي اللي انت تقصدها مش سنه مستثناه خدت فيها سوبر منك وعلمت عليك في 3 ماتشات في الموسم، ولكن الكسره والذل والاهانه ان انا اقعد بال10 سنين ما عنديش بطوله، وان انا افضل قابع في المركز الثالث وبشارك مع البط الكيني والوز الاوغندي قبل ما حضرتك تكمل يعني. فهو ده الكسره والذل. انما عمر النادي الاهلي ما كان في كسره وذل، الحمد لله. بتقع سنه بتقوم تنايم افريقيا من المغرب. دي كانت تحفيله كده حلوه ولذيذه كده زملكاويه للناس اللي هي بتنسى نفسها وتتطاول على اسيادهم النادي الاهلي. وزي ما بيقول لك كان عندنا جعان بدلناه بخوان، خوان وش سلندر. سلام.